اهلا وسهلا، كنتمنى انكم تكونوا مزيانين وبخير. الفيديو ديال اليوم جيت باش نبارطاجي معكم المشتريات ديالي من شيئين، بحكم انكم كتطلبوها مني بزاف في انستغرام. اي حاجه غادي نبارطاجيها معكم غادي ننزل لكم هنا ولا هنا، يعني الصوره ديالها باش نقول لكم لا كاليتي ديالها كي جاتني في الواقع، والصوره ديالها كيف ما شفتها، والكود ديالها والثمن ديالها وشحال كان خدا لي الوقت باش توصلني. بيان سور ديك المشكل ديال لا ليفريزون من شيء هنايا المغرب باقي كاين. لا سوليسيون وحده اللي كنجبر هي انني كنطلب من عند واحد البنت اللي غنخليكم انستغرام ديالها هنايا، اذا بغيتوا نتوما تواصلوا معاها. بيان سور الثقه التامه، هي هنايا في طنجه. المشتريات كاملين اللي كتشريوها 10% كتزيدوا. مثلا اذا خديتوا 1000 درهم ديال الحاجات كتزيدوا فقط 100 درهم وكتوصل لكم من بعد. اذا بغيتوا اما تلاقاوها ولا يجيب لكم ليفغور حتى للدار ب 20 درهم كنظن ولا 15 درهم على حسب فين كتكونوا ساكنين. دونك اول حاجه غادي نبارطاجي معكم هي هاد الكسوه هذه. صراحه غزاله حمقتني. بالنسبه لهاد الكوموند هذه كانت عطلت لي شويه، كنظن فايته 25 يوم. الكوموند الاولانيه اللي كنت بارطاجيتها معكم اللي حطيتها هنايا في اليوتيوب كانت دات لي 20 يوم ماكسيموم كان جاتني. دابا كنت طلبتها قبل العيد وكانت قالت لي وقع المشكل في الترونسبور اللي كان وقفوا في العيد، عاد مورا العيد رجعوا. المهم ماشي مشكله، اهم حاجه انها وصلتني. ها هي الكسيوه كيفاش كتجي فيها هاد اللعيبه هذه. صراحه غزاله كيفاش كتجي. ها نتوما كتجي طويله، الصوره ديالها الحقيقيه غادي ننزل لكم هنا كيف ما قلت لكم ولا هنا. هذه طبعا كتجي بلا سانتور ديالها. شوفوا لا سانتور كيفاش كيجي غزال فيها هاد لي زستراس هادو في لو نوار. الثمن ديالها ما كانش فايت 200 درهم، 191 درهم، وكتجي طويله كيف ما كتشوف. طبعا ديك الساعه غادي ندخل لها هكذا شي شال. المهم البسه انا كنبارطاجيها معكم في انستغرام. دخلوا عندي الانستغرام باش اي حاجه توصلكم، وتا في انستغرام كتسقسيوني على هاد البياسات هادو ملي كنشريهم، ملي كنشري هكذا الحويجات هكذا كل مره ملي كنشري. ولكن دابا مؤخرا رجعت نشيئين حيت فريمون كنجبر الكاليتي ديالهم مزيونه وما فيهمش ديك البياسات اللي دايرين، يعني ما كتخرجش من مدينه كتجبرهم ملبوسين هنا وهنا وهنا. عندهم لعيبات هكذا سبيسيال والاثمنه بيان سور مناسبه. وهنايا غادي ندوزكم من ثاني حاجه اللي شريت. صراحه عجبتني هاد اللعيبه هذه، كتجي هكذا مفتوحه، كتجي طويله حتى لهنا، وفيها هذه من في الاخر ديالها. هي ما عرفتش، هي كتجي بحال الجيلي هيدا كيتلبس. هانتوما كيفاش كتشوفوا. المهم كيتلبس الفوق، هي جات شويه واسعه ولكن عندها لا سانتور ديالها اللي كيتغشى من لهنا. نوريكم هانتوما. المهم هنايا دابا باقا ما كتبانش في اللبسه مزيان، كتغشى لا سانتور ديالها هنا وها من هنا. عندها واحد اللعيبات في شكل. المهم هنايا من بعد كنلوي هكذا وكتجمع. المهم فيها هاد اللعيبات هيدا من هنايا هوادين، ما عرفتش واش كيبانوا لكم مزيان. هاد اللعيبه هذه كانت بشي 229 درهم ولا 250 درهم. الثمن ديالها مناسب. فيها هاد اللعيبات هادو. هذه كتقدر تلبس كلاس وكتقدر تلبس هكذا سبور. انا في الحقيقه عوله انني نلبسها هكذا كلاس مع ديك الصبيبط اللي كنت شريته في الكوموند الاولانيه، ديك اللي كيجي بوانتو. انا غادي نحط الصوره ديالو هنا باش غادي تشوفوه. كيجي غزال. نعمل معاها واحد السروال هكذا في لو نوار، ونشوف الشال غادي ندخلوا له في اما في هاد بلون كاسي ولا ندخلوا له مثلا في الكحل، وندخل مثلا هكذا الصاك بشيله ونبدل مثلا الصاك حمار حيت الحمار كيجي مع هاد الالوان مزونين. دونك انا من بعد غادي نشوف هكذا شي تنسيق هكذا نلبسه ونحط لكم كذلك في انستغرام. وحاجه اخرى في البيسات، هاد الصنيديله هذه اللي كتجي غزاله بزاف. في الحقيقه هاد المره في هاد لا كوموند ما ديتش بزاف د الحوايج، ديت بزاف د الحاجات ابر هكذا البيسات. المهم هنايا صنيديله، يعني ديت ديك جوج د الكسيوات اللي وريتكم. هاد الصنيديله هذه كانت ب 95 درهم، يعني ب 10% ديالها، يعني تقريبا كتجي 105 دراهم. مزونه بزاف. هذه ديالها رطيبه صالحه هكذا الصيف في البحر. شي كسيوه هكذا كطلع السميطه ديالها. غادي نوريكم اللبسه ديالها كيفاش ملبوسه. فيها الالوان وفيها الشكالات. كاين اللي كيجي هكذا بلا، كاين اللي كيجي عالي شويه. دونك في شيئين صراحه كاين لي شوا بزاف. دابا غادي ندوز لهادي. ديجا هاد الباندا هادي هي اللي لابساها، كتجي مزونه، كتعلي هكذا شويه الفوليوم ديال الشعر. ما فايتاش واقيلا 30 درهم. الثمن ديالها صراحه مناسب. الحاجه اللي كتعجبني انها ديال القطن كثيره. كانت عندي انا وحده اخرى ديال الثوب كنت شريتها
مدانسه ديك الوقت اللي كان قبل ما يوقع هذا المشكل ديال الديوانه، كانت بشي 25 درهم، ولكن ما كانش شي كاليتي مزونه. هذه صراحه مزونه، ما كتحرقش في الودنين، ما كتزيرش على الودنين، كتعطي هكذا مزون، هاد اللي فيه هكذا مزون الشل هكذا، وكتثبت الشل. هذه اهم حاجه اللي كتعجبني هنايا. ودابا في الوقت ديال الصيف ما كيجيوش يسخونين بزاف على الراس، بالعكس الصوت ديالهم بارد ورطيطب. المهم هذه بالنسبه للبنات المحجبات اللي كيعجبهم هكذا الباندا وعادك فوق منها الشل. دابا غادي ندوز لهاد الطريبشات. انا دائما كندي من عند شيئين هاد الطريبشات. كنت عندي في الغوز وعندي في الكحال، عندي في الماغون. دابا ديت هاد البياض، كان ديجا عندي واحد البياض سامبل ما عجبنيش الفورمه ديالو، حق ديت هذا في هنايا سمايل. مزيون، ما فايتش كذلك شي 35 درهم ولا 40 درهم. هذا هو الشكل ديالو. دائما في اللون الابيض اخترت هاد الصك هذا كنت ديجا ديت الكريمه ديالو، ماشي اللي كانت صاحبتي في الوقت اللي كنت انا كنتاخر من راسي، ولكن دابا مع الديوانه بحال اللي قلت لكم كنعطيني البنت تتاخر لي. صراحه مزيون، الثمن ديالو معقول، ما فايتش 89 درهم. كيجي كبيبر يعني كيتاع، المهم بسطام تليفون حاجات هكذا، وكيتلبس. نتوما كتعرفوا دابا مع الصيف البيض كيتحتاج بزاف، كنقدر نلبسو مثلا بحال هكذا، هو نيس مع هاد اللبسه هكذا، وندخل عليه هاد الصاك هذا كيجي سبور. ونقدروا نعملوه مثلا نقدروا نعملوه على شكل كلاس مثلا هكذا، هو منزل هكذا كيجي صراحه مزيون، كيبان شي الشكل ديالو حتى كيتعمر عاد كيبقى عاد كيبان. وبحال اللي قلت لكم فيه الالوان ماشي غير هذا البيض هذا. حاجه اخرى فيما يخص هكذا شويه اكسسوارات، بالنسبه للحويجات هكذا ساليت منهم. اكسسوارات ديت هاد المناظر هادو اللي حمقوني صراحه غزالين. كيجي معاهم هاد بوشيطه ديالو، كيجيو مزونين صراحه لا تنفتحهم. ومع الوقت ديال الصيف يعني كيعجبوني انا هاد المناظر هادو اللي كيجيو هكذا في الغوص، في البيج، في البياض، كيجيو مزونين الصراحه. بالنسبه للثمن ديالو ما كانش فايت 35 درهم بالبوشيطه ديالو بكلشي، ولا 40 درهم، المهم ما فايتاش صراحه. في هاد المناظر كذلك اخترت واحد 3 ديال المناظر اللي كيجيو مجموعين في هذا في بياسه وحده. ها هما 3 ماشي شي كاليتي واعره، حتى حسيت بهم خفافين بزاف تقريبا بحال البلاستيك، ولكن هادو كنستعملوه في البحر، يعني ديك البحر اللي كنديو مثلا الحوايج معاهم هاد جوج ديال اللي كيمسحوا هاد النيطرات. يعني هادو واخا يتهرسوا ولا يتعجوا ما غاديش يبقاو فيا، لان هيدا البلاستيك ماشي شي حاجه صحيحه. هذاك لا، هذا كانوا مزونين صراحه، باينه هاد بون كاليتي. وتا هادو حيتاش كانوا 3 بشي 50 درهم ولا 55، يعني فريمون كانوا رخاصين بزاف. انا بحال اللي قلت لكم خفافين بزاف، ولكن هكذا مزونين، كيجيو مزونين هكذا ملبوسين، يعني هكذا في البحر في الصيف. هادو هما الالوان اللي كيعجبوني انا في الصيف الصراحه. المهم ديتهم في هذا اللون هذا في الغوص، تقريبا غوص بارد، وانا كيحمقني شي حاجه اسمها الغوص. وهادو في البيض القطع ديالهم فقط هذا البلاستيك اللي كيجيو فيه. طبعا فيهم لي شوا اخرين، فيهم الالوان اخرين، ها هما في هاد البياضه ولا بلون كاسي، هذا حتى هو في الصيف كيتلبس بزاف. واخيرا هذا في الكحل. المشكل ديال هذا الكحل جبرت كاين ديفو، هو ان هذا محيده. هانتوما غادي تشوفوا شنو احتاج. ديجا البارح انا فتحت هادشي، هانتوما هادي محيده، يعني خصني حتى نلصقها وكتبقى شويه خارجه. ما عرفتش شنو المشكل، هذا من هنا كيبقى خارج. انا قلت لكم ماشي شي حاجه صحيحه. على العموم الكحل ما غاديش نلبسو بزاف، لان الكحل ديجا عندي انا مناظر اخرين في الكحل، شي 3 اشكالات، كنت واحد منهم شريتهم شيئين، واخرين كنت هكذا شريتهم من مدينه كنظن. باقي لي حاجات اخرين اللي غادي نستعملهم مثلا بحال هذه. هما شريتها هاد الفاز هذا بوحدو، وهادو اللي كيجيو هاد الوريدات صراحه ديكوراسيون مزيونين كيجيو، هما د البلاستيك، ولكن ديك البلاستيك اللي مزيون ماشي ديك بحال البلاستيك ديال السيليكون. المهم ما عرفتش واش فهمتوا الفكره ديالي، كيجيو غزلان. من بعد باقي نزيد منهم. انا دابا في الاول جربت. بالنسبه لهاد الفاز هذا جاد بلاستيك خفيف، ولكن الثمن ديالو هو هذاك، لان ما فايتش 30 درهم. وصراحه الديكور ديالو كيجي مزيون، سورتو انا كيعجبوني بزاف التصاور. هيدا كيعجبني مثلا نزلو قدامي صور، مثلا صور هيدا المكتب البيت، ويكون عندي فيه هاد اللعيبه، وتا الديكوراسيون كيجي مزيون. حاجه اخرى اللي عجبتني في الاكسسوار نسيت ما وريتها لكم شي، هما هاد لي فوزونك كيحمقوا صراحه، من احسن الضفيرات اللي شريتهم وعجبوني. شوفوا كيفاش هذا نقرب لكم باش تشوفوا مزيان. شوفوا كيفاش الشكلات ديالو مزيونين بزاف، كيجيو كلاس، كيجيو غزلان. هانتوما
وهادو طبعا تنلبسهم ونصورهم ونصور الضفيرات ديالي وغادي تشوفوهم كيجي معاهم الصق. الثمن ديالهم 13 ونص 13 درهم ونص. اللي في المدينه كيتباعوا ما عرفتش بشحال، سورتو هادو اللي كيكونوا هكذا مزوقين. دونك باقا كنقول لكم صراحه شيئين كتنفع. وحاجات اخرى فيما يخص الديكوراسيون، انا كيعجبوني الشميعات اللي كيكونوا بهذا الشكل هذا. انا غادي نوريكم هذا الشكل اللي كيجيو فيهم بحال ديك مربعات هكذا. غادي نحاول هاد المره انا نتعلم نصايب هكذا الشمع حيت كيعجبوني بزاف. بيان سور شريت هذا القالب ديالو وشريت هادو باش كتنزل كل وحده كتنزله عاد غادي نتعلم كيفاش كنعدلوا ديك الشميعات. المهم اذا قدرت اذا عرفت لهم غادي نبارطاجيهم معكم كيفاش غادي نعدل هذا الشمع واش غادي يصدقوا لي اولا لا. ما كانوش صراحه غاليين. هذه نسيت الثمن ديالها وتا هادو نسيت لهم الثمن ديالهم. ديك الساعه غادي ننزل لكم هنايا وصافي. وهنايا وصلت لهادو كانوا تقريبا شي، المهم هنايا شي 5 لا يا ربي شي 10 ديال هاد التعليقات. هادو كينفعوا بزاف في لي طواليت في البيت هكذا، نعلقوا عليهم شي حاجات طبعا غير خفافين كيتفتحوا من هنا كيتلصقوا مزيان. صراحه جربت وحده كتلصق مزيان وكتفيكسا صراحه على الحيط. الثمن ديالهم ما كانش غالي بزاف وفيهم شي 10 د الوحدات. تنعاود نبارطاجيهم معكم وصافي. هذا اللي المهم اللي كنستعملوها هكذا نمسحوا الزيجان صافي. هادو بالنسبه للمشتريات اللي شريتهم في هاد لا كوموند. حاجه اخرى اللي غادي نزيدها، كنتو بزاف سقسيتوني في انستغرام على هاد الكسيوه هادي اللي كنت بارطاجيتها معكم في لا كوموند اخرى وديجا لبستها وعملت لها دابا اللبسه ديالها. ها هي كيفاش لبستها. عملت لها هذيك الطالون ولبستها هكذا مع واحد لا سانتور. ما كتجيش بلا سانتور ديالها. من احسن اللبسات اللي عجبوني. شوفوا في التصاور كيفاش طلعت. دخلت لها هكذا الشال بيض لداخل. عملت لها ديك الطالون في بوينتو في الكحل. دخلت لها هكذا الصاك ديال بريلات حتى هي كنت شريتها من شيئين. ها هو غادي ننزل لكم هنايا. ما عرفتش الثمن ديالو شحال هذه فاش كنت شريته. وهذه هي الكسيوه. غير هي للاسف هذه ما بقاتش منها بزاف. هذه كنت ديتها طايه ام اللي بقات فيها اللي شفت دابا انا في لا كوموند بقات ال وكنظن باقي فيها شي 3 ولا 4 ديال البياسات. دونك اللي باغي يزرب عليها يشوفها واش باقا بعدا كاينه وعلى حسب هذا الفيديو فوقاش غادي تشوفوه باش تقدروا هكذا اذا عجبتكم طبعا غتشريوها. بالنسبه لهاد الكسيوه الثانيه عاوتاني اللي كنت لبستها وها هي ملبوسه هنايا في التصاور. هذه كذلك سقسيتوني عليها بزاف في انستغرام وكنت بارطاجيتها معكم هنايا في الفيديو ديال اليوتيوب. ولكن ما كتكونش لبسه هكذا باينه حتى كتلبس حتى كتقد لها الشل ديالها حتى كتعمل الصبيبط ديالها وهذا مسائل ديالها عاد كتبان. دونك هي هذه من احسن الكسيوات اللي خديتهم. مزيونه وبريرده وصراحه مستيليه. باقي لي شي كسيوات اخرين عاد غادي نلبسهم عليها. قلت لكم اذا بغيتوا اي حاجه دخلوا عندي الانستغرام تما كنبارطاجي كلشي وكنجاوب على لي ميساج اذا سقسيتوني يعني هكذا على الثمن الكود اي حاجه غادي نخليها لكم مكتوبه. كنظن هادشي اللي كاين. اخر حاجه نسيتها صراحه درت شفتها هاد اللعيبه هذه ديال الايربودز. هادو صراحه يعني ديك ما عرفتش شنو كيتسموا هادو. المهم هادو اللي كنحافظوا بهم على ايربودز ديالنا. شوفوا كيفاش جات كيوت. وعادك ديجا انا قلت لكم كيعجبوني دابا الالوان في الغص. هذه ممكن انها كتحيد ممكن انها كتبقى. هانتوما كيفاش كتجي وفيهم طبعا التشكيلات واللوينات والانواع اللي باغي هكذا الايربودز ديالهم. ما كانش الثمن ديالهم غالي. ما فايتش واقيلا 20 درهم هاد اللعيبه هذه اللي شريت وصافي. بحال بوشيطات ديال التليفون ما كيكونوش فايتين شي ثمن. دونك هادشي اللي كاين اليوم. كنتمنى انني نكون صافي ما نسيت والو. كنتمنى انني نكون فيتكم شويه في هاد لا فيديو. مرحبا بكم معايا من جديد. باش يوصلكم اي جديد تابوناو معايا فعلوا ديك الجرس حيت لي نوتيفيكاسيون ما كيطلعوش حيت كنتعطل عاد كننزل هكذا لا فيديو بحكم الشغل وعندي الوقت شويه ضيق حتى الصيف عاد كنفعل شويه القناه. دونك نتوما باش يطلع لكم اي جديد ديك ابوني وفعلوا الجرس وبيان سور عملوا لي جيم باش هكذا الفيديو يوصل بزاف الناس يستافدوا. دونك هادشي اللي كاين اليوم. كنتمنى ان يكون عجبكم لا فيديو. كنقول لكم السلام عليكم. تلاقاو في لا فيديو اللي ما جاي ان شاء الله. بسلامه.